عايزه شعرك يبقى منور ولامع كده وحلو كده مصحصح، تمام؟ هقولك على 10 فوائد، على 10 نصايح. فوائد ايه؟ 10 نصايح لشعر منور، 5 تغذيه و5 تجميل. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه اللي انا بقولها دايما في كل الفيديوهات اللي ليها علاقه بالتجميل: اقطاع السكر. السكر سم، السكر سم. stop taking sugar to be the sugar. بطلي تاكلي سكر عشان انتي تبقي السكر. السكر يا جماعه ابو المصايب، عامله فيديوهات كتيره جدا عنه. الجلايكيشن، عمليه الجلايكيشن اللي بتحصل هتبدا ان هي توقع الشعر وتخلي بتكسر البروتينات، فهتكسر البروتينات بتاعت الشعر وبتاعت البشره. مقاومه الانسولين اصلا بتسبب تساقط الشعر. السكر بيبوظ الامعاء، فهيخليكي حتى لو خدتي اي فيتامينز او اي حاجه مفيده عشان تحسني من صحه شعرك مش هتستفيدي منها الاستفاده اللي هي تمام. فقطع السكر الابيض والدقيق الابيض ده ما فيهوش نقاشات خالص، فاي حد عايز يعمل اي حاجه حلوه في حياته يعني تمام. تاني حاجه البروتين، مهم تاخدي بروتين كفايه. عارفين البنات اللي بتروح الجيم وبتبدا تلتزم بنمط حياه صحي من غير ما تعمل اي حاجه جديده، وهي ولا في دماغها شعرها ولا في البتنجان اصلا في ميه البطيخ، هي بس عايزه ايه؟ اظبط سعراتي واخد البروتين بتاعي عشان انا عايزه اظبط جسمي وازيد كتله عضليه. البنات دي اول حاجه بتحس ان هي اتحسنت شعرها. خدي البروتين بتاعك كفايه، ده جسمك كله، احنا عباره عن بروتين تمام، فشعرك عباره عن بروتين. وتاني الجسم، الشعر والبشره بالنسبه له مش اولويه، فلما بيحسن جوه ولما بتشبعيه من جوه هتلاقيه بدا يدلع الشعر والبشره. دايما اقول ايه كده، من حق الكبير يتروق عشان يروق عليكم يعني، فاهمين؟ فايه هو شبعي جسمك هيبدا يدي شعرك. النقطه الثالثه كان في قلشه حلوه ليها والله في الموقع يعني، وانا بشوف عجبتني فقلت اقولها لكم. كان موقع اجنبي كده قال لك زنك اباوت ات، يا رب تكونوا فهمتوها يعني. المهم الزنك مهم جدا جدا لصحه البشره ولصحه الشعر، بس صحه الشعر اكتر. الزنك من اهم المعادن المهمه لصحه الشعر وبتخليه منور ومصحصح. طيب اجيب الزنك ده منين؟ انت لو خدتي مالتي فيتامين هتلاقيه في الزنك. مش مضطره تاخدي زنك عادي لانه موجود في حاجات كتير. لو كلتي مكسرات هتاخدي زنك، لو كلتي سمك هتاخدي زنك، لو كلتي خضروات هتاخدي زنك. فهو موجود في حاجات كتير، بس احنا كل ما بنحسن الاكل وكل ما احنا بنكون قاطعين زي ما قلت السكر الابيض والدقيق الابيض، جسمك هيعرف يستفيد بالحاجه اكتر. يعني انت ممكن فعلا تبقي بتاكلي خضار، ممكن تبقي بتاكلي مكسرات، بس انت مش حاسه عشان امعائك بايظه تمام. فده مرتبط بده. الاوميجا 3 دي بقى سحر 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 بجد. ليه؟ لان الاوميجا 3 هي عباره عن دهون صحيه. احنا جسمنا الخليه متحوطه من بره كده باي ليبيد لاير، طبقات دهون، طبقتين دهون كده في اخر كل خليه، فجسمنا بيحب الدهون قوي تمام. الاوميجا 3 دهون نظيفه ومحترمه وبنت ناس جدا 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 تمام. هتاخديها من السمك طبعا، هتاخديها من البيض، هتاخديها من المكسرات، وكل دول في الاخر برضو مش هيكونوا قوي لان احنا مش هنقعد ناكل كميه السمك اللي تدينا الجرعات اللي احنا محتاجينها من اوميجا 3. هتكوني محتاجه تجيبي اوميجا 3 مكمل. بصراحه انا جربت كل انواع المصري في ميه البطيخ حرفيا، فانا بستخدم بيوريتان سبرايد، ده نوع امريكي كويس قوي، وفي ناو كويس قوي. استخدمي نوع نضيف، اغلى بس مش تبقي بترمي فلوس في الارض يعني. معلش مثلا في شركه ما، عشان انا ابقى مشهوره يعني فممكن يروحوا يرفعوا عليا قضيه انا بتكلم عنهم بالسوق، بس في شركه ما مثلا بما اني صيدلانيه المالتي الاوميجا 3 بتاعها ب 230، وكانك رميتي 230 في الارض. لا انا اروح ادفع 1500 مثلا واخد بيوريتان سبرايد هيقضيني 3 شهور، 3 شهور و10 ايام، وابقى باخد حاجه نظيفه وحاسه بفايده وحاسه ان جسمي بيتحسن بجد. البنات يعني انا لما برشحه البنات مثلا بيجوا لي الصيدليه بيقولوا لي احنا حاسين ان شعرنا طري، بشرتنا نورت، فاهمين؟ طبعا لو عندك نقص حديد او نقص فيتامين دي، دي مشكله كبيره. فيتامين دي تقريبا عند كل النسوين يعني، انا ما شفتش نسوانه واحده ما عندهاش نقص فيتامين دي. فخدي يعني المفروض بتاخدي الجرعه اللي تخليكي تحافظي وبعدين تاخدي جرعه وقائيه. انا بصراحه باخد 10000 وحده لان في حاجه اسمها البايو افيلابيليتي، يعني الحاجه لما بتاخديها بتخش جسمك بتستفيد منها قد ايه طبقا للروت اوف ادمنستريشن او طبقا انت واخداها ازاي. يعني مثلا الحقن نسبتها اعلى من الحاجات البلع دي تقريبا بيوصل لك منها 50%. فانا لو خدت قرص 10000 هيوصل لجسمي 5000 وحده تمام.
فعشان كده انا بحب اخد 10,000. وفعلا حسيت بفرق لان انا كان عندي اصابات كتير وكان عندي مشاكل كتير قوي حسيت بيها، وحسيت كمان على شعري. كمان الانيميا، لو عندك انيميا شعرك هيبهت وهيتساقط كتير قوي، فهتكوني محتاجه ان انت تاخدي الحديد لغايه ما يظبط، وبعدين تظبطي اكلك بقى، تدخلي البنجر والحاجات دي تبقى في الدايت بتاعك. عشان كده انا دايما بقول لكم ايه، اهتمي بانك اكلك يبقى دواكي. اوكي انا هاخد مكملات وكده، بس الاكل ليه دور، استفيد من الحته اللي داخل جسمي دي، فاهمين الفكره؟ طيب نيجي بقى في الحاجات اللي هي ايه الخارجيه. دايما يقولك ايه، مش عارفه اغسلي شعرك مرتين 3 في الاسبوع. لا مرتين، وناس تقول 3 وناس تقول مره. وشويه يقولوا شامبو سلفيت وشويه يقولوا شامبو فري سلفيت، والشامبو السلفيت مضر. طيب مبدئيا كده اعرفي طبيعه شعرك وطبيعه حياتك. ما تكونيش واحده بتتمرن في الجيم 5 ايام في الاسبوع وشعرها دهني وتقولي لي والله انا هستخدم شامبو فري سلفيت وهغسل شعري مرتين في الاسبوع. ممكن يجيلك امل حرفيا ما ببالغش. تمام؟ لا انت ساعتها محتاجه تغسلي شعرك. انا بالنسبه لي مثلا استخدمت الحاجات الفري سلفيت ولا اي بتنجان، يعني حرفيا بحس ان انا ما استحملتش. تمام؟ ليه؟ لان انا برضو شعري دهني وتقيل، فانا محتاجه حاجات فيها سلفيت، فيها نسبه سلفيت كويسه. تمام؟ فكل شعر بيختلف عن التاني. برضو النصيحه دي هتنطبق على البلسم وعلى كل حاجه. ممكن انت طبيعه شعرك، انا شعري بيحب الكريم، ماما شعرها بيحب السيرم، انا لو استخدمت سيرم شعري بيقف، ماما لو استخدمت الكريم شعرها بيهيش. فانتي محتاجه تقعدي تجربي. وفي اختبار اللي هو بتاع الكوبايه ده، نحط شعرنا في كوبايه ميه ونشوف طلعت ولا نزلت، هبقى اعمل لكم عنه فيديو. بس المهم ان انتي تعرفي طبيعه شعرك، وهتجربي وهتصرفي شويه لغايه ما تلاقي الحاجه المناسبه. بس في حاجات بقى بتبقى ايه ثابته للكل، يعني حمام الكريم او البلسم ده ضروري جدا جدا بعد الشامبو، لان الشامبو بينشف الشعر قوي 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 قوي، لازم بعده حاجه تعمل الترطيب. حمام الكريم فيه تريك حلو قوي، لو عملتيها هتدعيلي. لما تخلصي حمام الكريم ما تخرجي، يعني ما تغسليهوش، يعني ما تحطيهوش 10 دقايق وتغسليه. لفي شعرك وحطي البونيه بتاع الحمام وسيبي شعرك ساعتين 3 وبعدين اغسليه، وهتدعيلي بجد من الحركه دي. بلاش ميه سخنه خالص، بلاش تحطي على راسك ميه سخنه مولعه كده. حتى في الشتاء يعني حاولي تبقى فتره، لان يعني الشعرايه فعلا بتفقد الدهون والزيوت اللي فيه. مهم جدا تسرحي شعرك كل يوم على الاقل مرتين. تمام؟ التسريح بيحفز الدوره الدمويه وبيخلي الشعر اللي هو المفروض هيخرج، ما تخافيش ان شعرك بيقع، يعني مش عايزاكي تقلقي في الطبيعي. يعني انت كده حتى لو في تساقط وخدتي مثلا فيتامين دي وخدتي حديد وظبط، هيفضل فيه بيقع. فالتسريح هيخليكي توقعي الشعر اللي ملوش لازمه، وفي نفس الوقت ده بيحفز الدوره الدمويه. الحاجه الاخيره بقى، حاولي تلبسي بونيه ساتين. ليه تلبسي بونيه ساتين؟ لان الاحتكاك بالمخده 8 ساعات دي بتكسر الشعرايه وبتضعفها. فانت البسي بونيه ساتين، لانك لما تلبسي البونيه الساتين ده هيخليكي تحافظي على الترطيب بتاع شعرك. بس دول كانوا ال10 نصايح، يا رب يكونوا فادوكوا. انا دكتور ايمان اشرف، دكتور نيوتريبيوفيت، صيدلانيه، اخصائيه تغذيه علاجيه واخصائيه عنايه بالبشره. لو الفيديو فادك دوسي لايك واعملي شير، يمكن يفيد واحده ثانيه من صحابك. ولو عايزه تشتركي معايا في متابعات التغذيه، هتلاقي الرقم بتاعي في البايو بتاع الواتساب، ابعتيلي رساله هناك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.